بيت العيله الكبير فضي، والوطن اللي شاكر سابه وكان فاكر لما يرجع هيلاقيه طلع وهم في خياله، احلام يقظه كان نفسه يحققها مع اخواته. بعد ما فوزيه التجاره مشيت معاها بفلوس شاكر، المحل بقى 3 وبقى في علاقه بتجمعها بمصطفى بيه. مصطفى بيه اللي خد من شاكر زمان خطيبته ودلوقتي اخته، اللي سابت شاكر وراحت عاشت في شقه لوحدها، ونجوى اللي بعد ما اتجوزت وهي نسيت اخواتها وطلقت عيلتها بال3، وابراهيم اللي حالته اتحسنت في المصحه وطلب من شاكر يسيبه في المصحه 2 شهر كمان. ولما شاكر بيقول له افضل قاعد هنا ولا امشي، بيرد عليه ابراهيم ويقول له انت ليه لحد دلوقتي قاعد هنا، وبيطمن شاكر على مهدي وبيقول له انه راجع الدوحه. ومهدي على عكس ابراهيم بيقول له لا يا شاكر ما تسافرش، خليك انا محتاج لك. لكن شاكر حس ان خلاص اخواته مش محتاجين له. فوزيه لما شاكر بيروح لها عشان يودعها قبل ما يسافر بتقول له ما تزعلش يا شاكر، انا عارفه ان كان نفسك تلمنا كلنا في بيت العيله ونعيش مع بعض زي زمان، لكن الحياه اتغيرت وانت مش عارف احنا بنحبك ازاي. قال لها يا فوزيه انا لما رجعت كنت عاوز ادي لكل واحد فيكم حياتي كلها، بس مفيش حد فيكم مد ايده وخدها. في صاله الانتظار بمطار القاهره الدولي في ساعة ما ويوم ما بتنادي خطوط طيران الدوحة على المسافر شاكر إسماعيل، اللي فضل قاعد في صالة الانتظار مش عارف يرجع للغربة والوحدة والشقة ولا يفضل هنا وهي نفس الغربة والوحدة والشقة. وكأن صناع الفيلم عاوزين يقولوا لك إن المواطن عاد ولكن الوطن لم يرحب به. فيلم عودة مواطن يا شقيق هو دعوة حقيقية لمراجعة نفسنا طول الوقت في تعاملاتنا وعلاقاتنا بأهلنا وصحابنا اللي بعاد عننا بحكم المسافة والغربة، والقريبين مننا اللي ممكن يكونوا عايشين معانا تحت سقف واحد. ما تخليش أنانيتك يا شقيق وانشغالك بذاتك وبهموم حياتك ينسيك عيلتك، أبوك وأمك وأخواتك وأصحابك. واوعى يجي عليك يوم تحط نفسك في الموقف اللي اتحط فيه المواطن شاكر إسماعيل، مواطن بلا وطن. سلام يا شقيق.